بصراحة لو بتلفوا العالم كله أسرع منها التحلاية ما رح تلاقوا. بدون فرن، بدون بيض، وبمكونات جدا بسيطة حتطلعي بتحلاية جوز الهند. إشي من اللي بيشتهي قلبكم. ولا القطر المكرمل اللي رح نعمله، يا ويلي شو بشهي القلب. صبايا هالتحلاية عن جد بتشهي، لازم تجربوها. يلا كالعادة ننزل على التعليقات، نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وإنتو. أحبائي لو حابين وصفاتي توصلكم أول بأول اضغطوا لايك لهذا الفيديو، وخذوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم. ايمت ما حبيتوا تطبقوا الوصفة بيكون هالفيديو مرجع لإلكم. ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية وكيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون كوب من السكر، حضيفه بطنجرة وحرفع طنجرتي على النار على حرارة أعلى من الوسط بشوي. ما بحرك السكر أبدا، بمجرد ما بدأ السكر عندي يتكرمل على طول ببدأ إني أحركه. وننتبه صبايا هون كتير منيح، ما بنحرك بمعلقة من حديد، إما بخشب أو بسباتولا. أول ما داب عندي السكر تماما رح أضيف كوب من المي السخنة اللي بتغلي. لو ضفنا مي باردة رح السكر يقرقد معكم ويغلبكم لحتى يدوب، فضيفوا كوب من المي السخنة كتير أفضل. حسيب السكر ليدوب معي تماما. بعد هيك حضيف معلقة واحدة من عصير الليمون. هلا هاي الخطوة اختيارية ولكن طعمتها كتير طيبة. فيك تعمل القطر العادي اللي هو الشربات أو الشيرة المتعارف عليه اللي بتعملوه انتو بالعادة، بس يكون تقيل. وممكن تستخدموا عسل، كيف ما بتحبوا كيف ما بتفضلوا. حتركه يبرد عندي بدرجة حرارة الغرفة. بعد هيك بنتقل للخطوة اللي بعدها. رح اخذ معلقة من الشربات او القطر اللي عملناه او هو نفسه الشيرة، وبدهن البايركس اللي بدي اعمل فيه. انا البايركس اللي مستخدميته مقاسه 24. الكمية اللي رح اعطيكم اياها اليوم تكفي لبايركس مقاس 24. هلا فيكي تستخدمي مي، تدهني البايركس بمعلقتين من المي بيمشي الحال. عندي هون كوب ونص من جوز الهند، رح أضيف عليهم معلقتين كبار من الكاسترد، ورح أضيف عليهم 3 معالق كبار من النشا. فيكي كل الكمية تعمليها بالنشا بيمشي الحال لو مش متاح عندك الكاسترد، ولكن طعم الكاسترد كتير بيفرق معاكي. رح أضيف عليهم 5 معالق كبار من السكر. ما تضعفوا كمية السكر أكتر من هيك، تمام، لأنه السكر حيدخل معنا بكذا مرحلة، فكمية السكر هون عنا معتدلة. حضيف لتر كامل من الحليب المبستر. هلا لو مش متاح عندك حليب مبستر فيك تستخدمي الحليب المجفف. لكل كوب مي بدك معلقتين من الحليب المجفف. حركت كل المكونات مع بعض على البارد، خطوة جدا مهمة. بعد هيك برفع طنجرتي على النار مع استمرار التحريك لحد ما يشد عندي القوام بهذا الشكل اللي واضح قدامكم. متى ما شد عندي القوام خلص وتماسكت كل المكونات عندي مع بعض، رح أضيف معلقة كبيرة من ماء الورد، وممكن تضيفوا ماء الزهر لو حبيتوا. بدمج كل هاي المكونات مع بعض، وهيك خلاص الطبقة الأولى صارت عندي جاهزة. رح أضيفها بالبايركس وبتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة. ما بندخله على الثلاجة وهو سخن أبدا أبدا أبدا. بتركه يبرد ما يقارب ربع ساعة نص ساعة. بعد هيك بدخله على الثلاجة لمدة ساعة. بعد هيك عندي هون كوب من الكريم شانتيه أو الكريم البودرة. فيكم تستخدموا الكريم السائل كيف ما بتحبوا كيف ما بتفضلوا. حضيف عليها كوب من الحليب البارد. تمام، بخلط الكريمة عادي جدا على أعلى سرعة، تمام، ليشتد عندي القوام بهذا الشكل اللي واضح قدامكم، يظهر عندي منقار بالطريقة اللي حفرجيكم إياها هلأ. هيك خلاص بتكون الكريمة صارت جاهزة. مش كتير بنبالغ بالخفاء، بمجرد ما اشتد عندك القوام هيك خلاص هي بتكون صارت معانا جاهزة. هون عندي الطبقة الأولى بعد ما مرق عليها ساعة بالثلاجة. رح أخذ الكريمة وأفردها كلياتها على الوجه كيف ما عم بتشوفوا، وبعد هيك ذوقك يا ست المعدلات وزينيها. أنا زينتها بجوز الهند، بالفستق الحلبي، بالورد المحمدي. وحقيقي تحلاية جوز الهند من أطيب الحلويات اللي ممكن إنكم تجربوها. هلا لو مش حابين أو مش متاح عندكم فستق حلبي لحتى تكسروا هذا اللون الأبيض، فيكم تاخدوا معلقتين من الجوز الهند وتحمصوهم على الغاز على حرارة منخفضة ليصير هيك لونهم عندك أشقر. بتجنن. بعد ما دهنت الكريمة وزينتها دخلتها على الثلاجة ما يقارب 3 ساعات لتماسكت عندي مزبوط. وقت ما بدكم تقدموها أو تضيفوها لضيوفكم بتحطوا هيك شي معلقتين 3 من القطر المكرمل أو الشربات المكرمل اللي عملناه، أو كيف ما بتحبوا كمية الشربات أو القطر تكون. أحبائي ألف صحة وعافية مقدما، دمتم بألف خير. بشوفكم على خير وباي باي.